يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا فيديو النهاردة. أهلا وسهلا بيكم وأهلا وسهلا بكل المتابعين الجداد اللي دخلوا القناة. روتيني النهاردة بدأ من بدري جدا من ساعة ما الولاد كانوا رايحين المدرسة، فأتمنى إن شاء الله إن فيديو النهاردة يعجبكم. وخلال الفيديو هحكي لكم قصة حقيقية لبنت ندمانة جدا جدا عن اللي عملته. القصة دي مؤثرة جدا ويمكن تغير حاجة فينا قبل ما نوصل لنفس النهاية اللي وصلت ليها البنت دي. فخليكم معايا للآخر وهتفهموا قصدي كويس. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. البنت دي بتحكي ان من وهي صغيرة كانت شخصية عصبية جدا. كانت دايما بتجرح كل اللي حواليها بالكلام، كانت بتتعصب على أقل كلمة. وكانت بتتعصب على كل اللي حواليها، من مامتها لباباها حتى اخواتها الصغيرين كانت بتتعصب عليهم. ومش عصبية ان هي مثلا تعلي صوتها، لأ، كانت بتقول كلام قاسي وبتجرح اللي قدامها. فبتقول في يوم من الأيام، من المواقف اللي حصلت معاها في البيت، كان في عيد ميلاد أختها الصغيرة ومامتها كانت عاملة عيد ميلاد وعازمة قرايبهم. فبتقول حد من قرايبنا جا وقال لي يعني خليك النهاردة لطيفة مع أختك وبلاش تقولي لها أي كلمة تزعلها. بتقول طبعا أنا سمعت الكلمة وانفجرت فيها، اللي هو انت ازاي تقولي لي كده. وطبعا قلبت اليوم كله خناق. اليوم قلب من عيد ميلاد مفروض يبقى مليان فرحة وانبساط، قلب لخناقة كبيرة جدا وعيد الميلاد باظ بسببي. بتقول انا ما اقدرش انسى اليوم ده لان اختي فضلت تعيط طول اليوم بسبب اللي انا عملته. بتقول انا كنت دايما انا ده طبيعي، ويعني صعبة وكلامي صعب لكل اللي حواليا، وما كنتش بقدر اغلط نفسي، لان لو كنت بغلط نفسي ما كنتش وصلت للمراحل اللي بعد كده. فخلينا نشوف هي وصلت لإيه. في بتقول كمان في المدرسة كان اصحابها كانوا مسمينها البنت المشاكسة، اللي بتعمل مشاكل مع اي حد، وعلى اقل سبب تافه كانت تعمل حكاية وموضوع. فبتقول في مرة واحدة صاحبتي جايه وبتقول لي انت شكلك تعبان قوي النهاردة، انت فيكي حاجة؟ بتقول انا سمعت الكلمة من هنا وانفجرت فيها، قلت لها انت اخر واحدة اصلا تتكلمي عن شكلي، على اساس ان هي مش حلوة يعني. بتقول مع ان هي ما كانش قصدها خالص ان انا مش حلوة، هي بتسألني انت شكلك تعبان. بتقول طبعا انا ما بستوعبش الموقف غير بعد ما بيحصل. بتقول البنت اتكسفت قدام صحابنا وبسبب رد عليها وبعدت طبعا عني. ومش دي الصديقة الوحيدة اللي بعدت، لأ، ده كل أصحابها بعد كده كلهم بعدوا عنها بسبب طريقتها. بتقول خلصت المدرسة وطلعت بصاحبة وحيدة فقط هي اللي كانت متحملاني، وكنت بعتبرها أخت ليا. فبتقول دخلت الجامعة وقلت أنا لازم أتغير وأغير من طبعي، بس للأسف نفس الطبع برضو فضل معايا. بتقول كونت شلة جديدة وعملت صحاب جداد، وكان المفروض في بروجكت هيعملوه كلهم مع بعض. بتقول مع أول خلاف بسيط جدا حصل ما بينا، بتقول طبعا انفجرت فيهم وتعصبت عليهم وقلت لهم كلام صعب وجارح جدا كالعادة اللي أنا بتعامل بيها مع كل الناس. بتقول ساعتها حسيت بالانتصار، لأن أنا وقتها أنا اللي كسبت الخناقة وطلعتهم كلهم غلطانين وأنا اللي صح. بس في الحقيقة أنا اللي طلعت خسرانة، أنا اللي خسرتهم كلهم. انا خسرت، انا يعني كسبت المشكلة بس خسرت اصدقائها. فالمهم بتقول انا خلصت الجامعة واشتغلت في شركة. بتقول حتى مديري في الشغل لما كان يجي يعلق على اي شغل ليا او تعديلات لو بسيطة كنت باخد الموضوع بإهانة شديدة جدا، وان هو ازاي يعدل عليا، انا شاطرة وانا ما ينفعش حد يعدل عليا. بتقول طبعا كنت برد عليه بطريقة مش كويسة. بتقول حتى زمايلي في الشغل ما كانوش يحبوا يتعاملوا معايا. فبتقول لحد ما في يوم مديري جه وقال لي كلمة، بتقول الكلمة دي انا لسه محفورة في دماغي لحد دلوقتي. قال لي انت انسانة شاطرة بس اسلوبك ده اللي بيخلي الناس تنفر منك. بتقول الكلمة دي انا ما بقدرش انساها. طبعا هي اترفدت من الشغل بسبب طريقتها.
هي كانت اجريسيف قوي في تعاملها، كانت عدوانية، فما كانش حد بيتحملها. فالمهم بتقول جا لسه بقى كانت الوحيدة اللي لسه في حياتها هي مين؟ صاحبتها اللي كانت فضلت بقى معاها كل السنين الطويلة دي ومتحملة طريقتها وأسلوبها. بتقول هي كانت بالنسبة لي أخت، كنت بحبها جدا وهي كمان كانت بتحبني، وإلا لو ما كانتش بتحبها كانت ليها تتحمل أسلوبها. فالمهم بتقول أنا كنت في يوم أنا وهي متفقين إن احنا نتقابل، فاتأخرت عليا شوية، وبتقول جت واعتذرت لي وقالت لي أنا أسفة، أنا اتأخرت عليكي بسبب زحمة الطريق. يعني ده شيء عادي طبيعي بيحصل معانا كلنا. بتقول بس أنا طبعا ما استوعبتش ده. بتقول طبعا اتخانقت معاه خناقه كبيره جدا، وان ازاي انت تسيبيني واقفه كل ده، وازاي تسيبيني ومش عارفه ايه، وكبرت الموضوع جدا، وهو ما كانش يستاهل ان انا اخسر صاحبتي بسبب ده. طبعا صاحبتها بعدت عنها في اليوم ده، سابتها. وبتقول بعدها بيومين بعتت لي رساله وقالت لي انا ما بقتش قادره اكمل، وصحوبيتك بالنسبه لي بقت متعبه نفسيا. وبعدها بتقول اختفت من حياتي. هي طبعا بتحكي قصة النهاردة على أساس لو في أي حد عنده الطبع ده أو طبع العصبية ومش بيقدر يتحكم في نفسه ولازم يعالج نفسه. بتقول أنا دلوقتي وحيدة، ما عنديش لا صحاب ولا قرايب ولا أي حد يتكلم معايا، حتى أهلي بقوا ياخدوا مني مسافة، بقوا يبعدوا عني، مش عايزين يقربوا مني. بتقول أنا طبعا ندمانة على كل مرة جرحت بيها مامتي وكسرت قلبي بابايا، لأن طبعا بتقول أنا في الخناق بجرح اللي قدامي بشكل مش طبيعي. فبتقول طبعا أنا خسرت كل صحابي وأنا ندمانة. فأنا عايزة أقول إن العصبية دي مش هقول إن هي شيء مش كويس. العصبية دي مرض واحنا بايدنا ان احنا نتعالج منه. طبعا صاحبة المشكلة بدأت ان هي تتعالج، لان اول خطوة لعلاجها ان هي تعترف بمشكلتها. فان شاء الله بإذن الله تبدأ تعالج مشكلتها وتحسن اسلوبها. فانا زي ما قلت لكم العصبية ده شيء مش كويس، شيء مرضي. ومش عيب ان احنا مثلا لما نغلط في اللي قدامنا نعتذر له. بالعكس الاعتذار ده بيبين قد ايه احنا يعني ان انت انسان شجاع وبتعتذر على خطأ انت عملته. فلو حسيتوا ان القصة دي لمستكم او شبهكم ولو بحاجة بسيطة، سيبولي في التعليقات وقولولي ايه اكتر موقف ندمتوا فيه بسبب عصبيتكم. وكمان ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل القصص اللي جاية بإذن الله. ويلا سلام.